الله عز وجل أذن لهم عندما قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. نلتقي مرة أخرى في هذه الوقفة التضامنية مع أرضنا وأهلنا في غزة الأبية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. حضورنا لهذه الوقفة التضامنية هو تأكيد منا على نصرة للقضية وعلى ربطنا للحاضر بالماضي، ماضي أجدادنا الذين نصروا القضية الفلسطينية مع صلاح الدين الأيوبي. وها نحن مرة أخرى نأتي كبيضاويين وكمغاربة لنؤكد استمرارنا في الدعم والنصرة لخيار المقاومة الذي ليس بعده خيار، هذا الذي أكدته المقاومة بعد مرور قرابة السنة وأمام هذا الصمود الأسطوري للمقاومة مع هذا العدوان الغاشم بدعم من أمريكا وغيرها. فهو يؤكد أنه لا حل إلا المقاومة، وندعو كذلك من خلال هذه الوقفات إلى ضرورة الوقف العاجل لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المحتل، مع هذا المجرم الغاصب. فالله نسأل أن يثبت أقدام إخواننا وأن ينصرهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يسمعنا عنهم خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عضو المكتب التنفيذي لحركة توحيد الإصلاح. هذه الوقفة التضامنية اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية، من قلب المسجد المغربي الأقصى إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه الوقفة التضامنية تأتي بعد قرابة سنة كاملة، نحن على بعد أيام من 7 من أكتوبر. 7 من أكتوبر الذي سيظل خالدا مجيدا، يوم أثبتت فيه المقاومة الباسلة، أثبت فيه الشباب الفلسطينيون من أبناء غزة، من أبناء المقاومة، أبناء حماس والجهاد وكل الفصائل المقاومة، على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أبدا أن تموت، وأن ما كان يظنه قادة الكيان الصهيوني من أن الكبار سينسون وأن الصغار لن تكون لهم أي يد في القضية الفلسطينية، ولكن أثبت التاريخ أن الصغار من كانوا صغارا في تلك الوقت أصبحوا اليوم هم قادة المقاومة. ثانيا، اليوم بعد سنة أثبت البطل المجاهد الشهيد ماهر الجازي الأردني على أن الأمة الإسلامية كلها لو أتيحت لها الفرصة سيكون لها سهم في طوفان الأقصى ونصرة القضية الفلسطينية. وليتأكد العدو الصهيوني على أن ماهر الجازي ليس وحده، وإنما الأمة الإسلامية كلها تزخر بمئات وآلاف وملايين ماهر الجازي. ما إن تتاح الفرصة سيكون لهم مساهمة في نصرة القضية الفلسطينية، وأكيد أن الأيام ستثبت ذلك بإذن الله تعالى. فلسطين العزيزة كيف أسلو وآلاف اليتامى في سياح، فلسطين السليبة كيف أهنى وآلاف الثكالى في نواح، فلسطين الجريحة كيف أحيا وشعبك بات مكسور الجناح، يعاني القتل والتجويع قسما ورعبا شاع في كل النواح، وسرب الشر يقذف كل طفل ويغتال البراءة بارتياح، فيا ويح الضمائر قد توارت ومات الحث في كل البطاح.